مساء الهنا والسعادة، مساء السكر الزيادة، يا مساء الحلويات على أحلى أخوات وصحاب. ازيكم جميعا عاملين ايه؟ أهلا بيكم بعد غياب كتير، وحشتوني كتير جدا. أتمنى تكونوا منسيتونيش، وبعد الغياب ده إن شاء الله هنعوضه في فيديوهات كتير جاية، وإن شاء الله مش هتأخر عليكم تاني، وربنا ما يجيبش أي حاجة وحشة. إن شاء الله تعرفوا كل حاجة بالتفصيل الفترة الجاية، وإيه سبب غيابي وتأخيري عنكم الفترة دي كلها. أتمنى بقى اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك، وكمان اعملوا لايكات كتير للفيديو ده. عايزة بقى لايكات كتير جدا. يلا بقى نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونبتدي بقى دلوقتي حالا بقى نعمل أحلى غدا. الفيديوهات اللي عندي دي يا جماعة أنا بسجل عليها صوت، كلها متصورة من زمان، لأن الفترة دي أنا مش بعمل أي أكل ولا أي حاجة، يا دوبك بعمل حاجات بسيطة جدا لأن رجلي متجبسة. فأتمنى دعواتكم ليا وتدعوا لي إن ربنا يشفيني ويعدي الفترة دي من حياتي على خير. ويلا بقى نبتدي يومنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل رز تحفة جدا. معايا ملح وفلفل اسود، 7 بهارات، مرقة دجاج، قرفة، حبهان، ورق لورا. معايا كمان بصل وقوانص وكبدة ورز على حسب ما انتي بتحبي، على حسب يعني كمية أفراد أسرتك. ودي كلها التوابل اللي انا محتاجاها في الوصفة بتاعتي. اقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى، وناخد بقى القوانص في حلة تكون سخنة جدا، ومش هحط معاها اي مادة دهنية لانك انتوا شايفين كده. القوانص معايا يعني هتسلي وتنزل الدهون اللي فيها، ودي الدهن اللي انا محتاجاه. مش هدخل في الاكل بتاعي النهاردة اي مادة دهنية، هعتمد على الدهن اللي موجود في القوانص. ابتدي اشوحها كويس جدا، وزي ما انتوا شايفين كده خلاص هي معايا نزلت دهنة. هحط عليها مثلا تلت كوباية او ربع كوباية من المية لحد ما اتأكد ان هي استوت خالص. زي ما انتوا شايفين هحط مية مغلية، عشان لو حطيت مية ساقعة هتجلد معايا. بعد ما القوانص شربت المية وخلاص كده اتأكدت ان هي استوت، هنزل عليها بالتوابل. هبتدي اشوحها شوية مع التوابل. بعد لما اتاكد ان هي اتشوحت كويس في التوابل وما فيهاش اي سوائل، هبتدي انزل بالبصله مقطعاها صغير جدا عشان ما تبانش مع الرز ومع الحاجات دي كلها. هبتدي اشوحها كويس جدا، ولما احس ان البصله بتاعتي دبلت وبقت حلوه كده اهوت ومش باينه قوي في وسط القوانص، هبتدي انزل بالرز. ندي بقى الرز تشويحه، ويعني مع البصلة والحاجات والتوابل الحلوة والقوانص اللي مستوية، ما تخافوش مفيش اي زفارة، وطعم الرز هيبقى تحفة جدا. وتقلبي بقى كويس جدا لحد ما تحسي ان الحبيبات بتاعة الرز اتغلفت بالمادة الدهنية اللي نزلت من القوانص. خلاص تزودي ميه. لو حاسه ان هي الماده الدهنيه قليله على الرز اللي انت حطيتيه، ممكن تحطي معلقه من الزبده او معلقه من السمنه البلدي، هيديكي طعم ونكهه حلوه قوي. بس كده، وديني ضفت الميه السخنه، وهبتدي هقلبها واشوف اذا كانت محتاجه ملح او حاجه معايا، بس هي معايا طلعت مظبوطه ما شاء الله. وبعدين هغطيها واسيبها تستوي بقى على نار هاديه. مجرد ما غليت، انا حاطه ميه مغليه والرز عندي تمام، فهغطيها واسيبها تستوي. هجيب بقى طاسه تانية وحاطه فيها ماده دهنيه، وكمان هنزل بقى بالكبده. تكون معايا بقى الطاسه سخنه والسمنه سايحه، وهنزل بالكبده عشان اخليها تستوي معايا بسرعه وما تنشفش، وتبقى حلوه جدا وما تنزلش السوائل اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ولو وصلتي معايا للخطوه دي، يا ريت يا ريت تنزلي تعملي لايك واشتراك في القناه. ده فضلا وليس امرا. هنشوح الكبده واحط عليها سنه بسيطه من الملح وفلفل اسود، بهارات فراخ او مرقه الدجاج، مفيهاش اي مشاكل، مع مراعاة ان انا حاطه التوابل والملح والفلفل عندي في الرز اللي هو بالكبده بالقوانص عفوا. وخلاص على كده انا حاطه حاجه بسيطه بس عشان ادي الكبده طعم، علشان بتتحط على القوانص والرز يبقى فيها برضو الملوحه بتاعتها او متحدقه حلو. بس كده وخلاص معايا الكبده معايا استوت. بصوا ما نزلتش سوائل عشان السمنه او الماده الدهنيه كانت معايا سخنه. خلصنا، ايوه كده خلصنا خالص. هنعمل ايه تاني؟ يلا برضو ما تنسوش تعملوا لايك يا جماعه. يلا يا جماعه انزلوا اعملوا لايك دلوقتي، احلى لايك لام مالك. طبعا استوت الكبده وكمان معايا الرز استوى. هنزل بقى بالكبده والسوائل اللي فيها حبه السمنه بتاعتها اللي اتشوحت فيهم، وادي بقى الرز تقليبه
وتمام كده خلصنا. خلصنا، بس فاضل حبة ديتيلز كده صغيرة هتخلي الاكل معايا والتقديم شكله حلو. عندي بقى شوية لوز كده شايلاهم في الاستخبص، وكمان عندي شوية زبيب هبتدي اشوحهم او احمصهم، ومعايا حبة زبيب منقوعين بس في مية سخنة. بصوا ولعت في الدنيا. ايوه بقى، ايوه بقى، يا حركاتك يا تكاتك يا ممالك، ولعي في الدنيا ولعي. خلاص، هي تشويحة بسيطة بس. انا ليه حطيت الزبيب في مية مغلية؟ علشان مش عايزة الزبيب يبقى مسكر قوي. وخلاص خلصنا. قدمت بقى الرز بالكبد والقوانص، وكان روعة روعة جدا يا جماعة. ما شاء الله الطعم حلو جدا، يا ريت تجربوه. يوم يخلص على كده ابدا، لازم ابهرهم بقى. يا حركاتك يا تكاتك يا ممالك، عملت احلى صينية بسبوسة. بصراحة مش هقول لكم انا عاملاها من الالف للياء، هي كيس البسبوسة بتاع بره، بس عملت فيه كام تكايه كده هوت. ادت طعم والله العظيم تحفة للبسبوسة. بصوا بقى، مش عايزة اقول لكم، بقول لكم بقى هنا اهوت حطوا لايك لاحلى ام مالك. هنا بقى جبت الكزرولة بتاعتي الحلوة اللي بتنور دي، شايفين زي الفل. طبعا جبت كوباية من السكر، عليها قد ايه من المية. حطيت كام كوباية هنا من السكر؟ كوباية من السكر، حطيت عليها كوباية من المية، وسبتهم ايه ياخدوا ويدي بشكل ودي. او ايه، انت هتحطي مية تانية يا ماما ملك؟ يبقى كوباية من السكر على كوباية ونص من المية، وياخدوا ويدوا مع بعض بشكل ودي. كان معايا نص كوباية من الزبادي، او تقريبا كوباية الا معلقتين حاجة زي كده. وبعدين ضفنا عليهم ايه يا مالك شوية من اللبن. اول حاجة انا عملتها هنا، نزلت بكيس بسبوسة ماركيز تحفة النوع ده يا جماعة، ونزلت عليه بنص كوباية من السمنة البلدي، طبعا واخدة منها او 3 معالق. وحطيت معلقة مثلا في الصينية من تحت كده، زودتها مادة دهنية. وابتديت بقى شمال ويمين بقى ادهن الصينية بتاعتنا. ايه رأيك في البسبوسة يا ملك؟ كان طعمها ايه؟ طعمها حلو. وبعدين بقى نزلت بقى بالسمنة السايحة، نزلت بيها على السميد او البسبوسة الجاهزة. هشمعها بقى بالسمنة كلها واقلبها كويس جدا. وبعدين هنزل، انا مش بحط على البسبوسة كوباية زبادي كاملة، مثلا بحط نص زبادي ونص لبن. وهبتدي بقى امسك البسبوسة، هنزل بعد ما غلفت الحبيبات كلها بالسمنة، هبتدي انزل بنص كوباية الزبادي على نص كوباية اللبن. وهبتدي اقلبها، مش هعمل حاجه غير كده. ما تاخدش معايا وقت، انا مش بعجن عجينه، لا انا بغلفها بس حاجه بسيطه. الناس اللي بتقول مش بنحط بيكنج باودر، لا انا بحط سن بيكنج باودر على البسبوسه الجاهزه، لان هو مكتوب على الكيس كده، وبتدي نتيجه حلوه بصراحه. طبعا بقى خلصت، ويا دوبك انا قلبتها، هبتدي بقى اغسل ايدي من العجن، وايدي تبقى مبلوله، وافرد البسبوسه في الصينيه زي ما انتوا شايفين. بس كده خلاص، كده البسبوسه انا سايبه الفرن 10 دقايق يسخن، او من ساعه ما ابتدي اشتغل في البسبوسه. بس انا بصراحه ما بحبش ادخل البسبوسه الفرن، بسيبها قاعده بره 10 دقايق. وبعدين عملت ايه؟ قعدت العب بقى، كان عندي لوز، نفس الشيء بقى النهارده بقى يوم بقى مكسرات ولوز وخربيها. وطبعا معايا البسبوسه استوت في الفرن، شغلت عليها الشوايه، ونزلت بقى بالشربات. البسبوسه سخنه والشربات بارد، بس وابتدي اقلب بقى واشربها الشربات. وكانت احلى بسبوسه. انا حاطه في البسبوسه سمنه بلدي، يبقى مش هحتاج ان انا احط في الشربات سمنه بلدي. لو كانت البسبوسه معايا مش حاطه لها سمنه بلدي، كنت حطيت في الشربات معلقه من السمنه البلدي، وهو سخن تنزل عليها، هتخلي البسبوسه ايه، حاجه كده تحفه. طالما البسبوسه معايا ناجحه، تشرب معايا الشربات زي ما انتوا شايفين كده، كان طعمها حلو وجميل جدا. وبعد ما بطلع البسبوسه بغطيها بطبق او غطا حله، اي حاجه، بحيث ان البسبوسه تفضل طريه وحلوه قوي. ما شاء الله البسبوسه كانت روعه وجميله. اتمنى يعني لو وصلتوا معايا للمرحله دي، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ اشترك كتير اوي، عشان كتير اوي 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 اوي. ما تنسوش تشتركوا في القناه، بنحبكم باي قوي. باي.